السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالي اقولك ازاي خليت الشفاط بتاعي ينور كده من غير اي خلطات ولا اي مجهود، وكان شكله متبهدل جدا زي ما حضرتك شفتيه دلوقتي. مهما كان الشفاط عندك شكله ايه او مليان دهون، باذن الله هتطلعيها بكل سهولة. اسفة جدا على الشكل اللي انتوا شايفينه، بس معلش كان لازم اجيبهولك زي ما هو عشان اقولك انا عملت ايه. انا عندي في المطبخ اللهم بارك شفاطين، واحد قريب مني وده زي الفل، عمري ما شفت عليه دهون، والتاني زي ما حضرتك شايفاه كده مرتفع جدا، فمش بطوله، فبضطر اغسله مثلا كل فترة، يعني مش هقولك مثلا كل شهر، لا ممكن يعدي شهرين وتلاتة واربعة، لانه فعلا مرتفع جدا، فطبعا بيوصل للمرحلة دي. فتفتكري بقى لما اجي اعمله هعمل خلطات بقى واصرف واتعب نفسي واكلف نفسي؟ اكيد لا. طب هجيب ايه؟ المواد اللي هي مذيبة للدهون وارتعب قلبي؟ برضو اكيد لا. هو حاجة واحدة بس، وان شاء الله مش هتكلفك اي حاجة لانها اكيد عندك في البيت. نسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة رشيت عليه مية سخنة وسبته شوية ورجعت رشيت عليه تاني، يعني كنت برش عليه واسيبه شوية وارجع ارش عليه تاني، مرتين كده او 3 مرات مش اكتر. وبعدين جبت مية سخنة تاني وحطيت عليها صابون زي ما حضراتكم شايفين، وجبت سلك ناعمة وهبتدي ان انا ادعكه بيه. ما حبيتش ان انا ادعكه بسلكة خشنة عشان الشفاط لما يتجرح من بره شكله مش هيكون حلو، اما تدعكيه بسلكة ناعمة هتسهل معاكي وفي نفس الوقت هتخليه ما يتجرحش، يفضل معاكي شكله جديد. مجرد ما تركبيه ما شاء الله كأنك لسه جايباه حالا. هتقوليلي بس كده هينضف؟ اه والله شايفة مجرد بس ما بمشي عليه السلكة ما شاء الله كل حاجة بتطلع معايا حرفيا، مش بعمل اي مجهود. المية السخنة بتكون عبارة عن سحر كده، بتنضف اي دهون، هي اصلا دهون عدوها المية السخنة. انا بكره استخدم المواد اللي هي زي فلاش او اسمها ايه سترس والحاجات اللي هي زي كده، ما بحبش استخدمها، بتعب منها من ريحتها. فدايما بفضل ان انا استخدم مثلا اي حاجة عندي فيها دهون ومحتاجة انها تدعك وكده، بحب دايما انقعها في مية سخنة وارجع ان انا اغسلها عادي، كأني اغسل اي مواعين او اي حاجة بالسلك عادي والصابون. والحاجة اللهم بارك بتنضف معايا كأني مستخدمة اقوى الخلطات، او مثلا شارية منتجات اللي هي بتبقى قوية اللي بتنزل الدهون دي. بس الحمد لله، مش كل حاجة على النت خلطات، بيكون في خلطات كتير جدا 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 ناس عاملاها، وللأسف انها بتكون غالية، وممكن يعني ريحتها او مثلا تكون عندك لا قدر الله حساسية فتتعبك، وفي نفس الوقت مبتعملش حاجة، بتبقى انتي خسرتي صحة وفلوس في نفس الوقت. فيعني الأحسن خليكي في الحاجات اللي هي طبيعية، مية سخنة وشوية صابون خلاص خلصتي كل حاجة. عمري ما استخدمت المواد المذيبة للدهون دي في مطبخي ابدا، الحمد لله يا رب، غير مرة واحدة بس للأسف، وكان يعني ظرف طارئ. بس دلوقتي انا بقى الفواصل اللي هي الصغيرة اللي مكنتش عارفة اوصلها في قلب الشفاط، جبت فرشة سنان كنت مستغنية عنها مش محتاجاها، وقعدت ان انا انضفه بيها، احطها في قلب الصابون واكب مية سخنة عليها، وما شاء الله بتنضف معايا بسهولة جدا. وبس كده رجع نور وما شاء الله زي الفل. هسيبه بقى ينشف وهنشفه كويس واعلقه. ما تنسيش اللايك، اشوفك ان شاء الله باذن الله فيديو جديد، مع السلامة.